مساء الخير. أتمنى أن الجميع يكون بألف خير. شكلي مراق شوية. كنت أتكلم في موضوع كبار السن. لما يكون عندك حد كبير في السن في البيت، حافظ عليه. دعوته بركة كبيرة. وبعدين كبير السن هذا عندك في البيت هو حيكون سر التوفيق والسعادة. جاء في رأسي هذا الخاطر أو هذه الفكرة. كنت بنتكلم في بث مباشر في التيك توك، وبعدين اتأثرت لما ذكرت جدتي الله يرحمها. أنا معي أكثر من جدة، يعني جدة من الأب وجدة من الأم، وأبو وأمي زوج أكثر من واحدة فبالتالي كان عندي أكثر من جدة. سبحان الله، الجدة أو الجد لما يروحوا تحس إنه زمن انتهى وزمن بدأ، والزمن اللي انتهى الزمن الجميل، والزمن اللي بدأ الزمن المتعب. أي والله، تحس لا عاد في بركة ولا عاد في هذيك الطمأنينة. حافظوا على كبير السن في البيت، هو البركة وهو التوفيق وهو الطمأنينة ودعوته طبعا. وربنا يمنحنا السعادة والطمأنينة جميعا. في أمان الله.